السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في فيديو جديد. النهاردة هنعمل مع بعض البطاطس المقرمشة بطريقة حلوة قوي قوي قوي، هتعجبك جدا. بصراحة سهلة وبسيطة ونتيجتها هايلة بعد تجارب كتيرة قوي من طرق البطاطس عشان تطلع معانا مقرمشة وطرية من جوه، يعني تبقى مقرمشة من بره وطرية من جوه زي بتاعة المطاعم وأحسن بكتير. آه عملت كذا طريقة، دي أكتر طريقة سهلة وسريعة وادتني نفس النتيجة من غير تعب، من غير ما تعملي خطوات كتيرة بقى مزعجة. وكمان هنعمل مع بعض صوص الجبنة الشيدر بتاع المطاعم بطريقة سهلة قوي. تعالوا نشوف الفيديو كده. نبدأ بسم الله. عايزة تجيبي البطاطس، تجيبي البطاطس المنورة زي ما انت شايفة كده، تحسيها بيضة منورة كده من جواها، مش لونها غامق. البطاطس دي بتبقى حلوة قوي وتبقى شيبسي معاكي بسهولة. يعني اهم حاجة نوعية البطاطس اللي انت هتستخدميها، لان في انواع بطاطس مش حلوة بتبقى طرية، وفي انواع بطاطس بتتحرق بتبقى عاملة زي البطاطا كده، كأنك بتحرقي بطاطا. بتحمري بطاطا بتنحرق ويبقى فيها طعمها مسكر. فاهم حاجه نوع البطاطس. في ناس بتقول اسمها سبونطه، اللي هي البطاطس بتاعه التحمير. اول حاجه قطعناها، يعني قشرناها وبعدين خرطناها زي ما شفتي كده، نغسلها كويس قوي بالميه علشان ننزل اللي عليها كله. بعد كده بقى جبت شويه ميه، او ممكن العكس تحطي البطاطس تحطي عليها الحاجات اللي هقولك عليها دي. حطيت على الميه دي معلقه كبيره ملح، معلقه كبيره خل ابيض، معلقه كبيره بابريكا، ومعلقه كبيره كركم. وهندوب الحاجات ديت. عايزه كمان تحطي توم باودر، مفيش مشكله حسب الطعم اللي انت بتحبيه. عايزه تحطي اي طعم بهارات انت بتحبيها هتحطيه، مفيش اي مشكله، هيديكي طعم جميل جدا. بس انا بعملها كده بس، عباره عن ملح وخل وبابريكا وكركم بس، ما بحطش بقى توم باودر ولا اي حاجه تانية. حسيت ان الميه كتيره فانا قصتها، لان المفروض هي الميه تكون زي ما انت شايفه كده، ما تكونش ميه كتير، شويه ميه صغيرين. وزودت البهارات تاني عشان تاخد لون. في انواع بطاطس بتاخد اللون، بتشرب اللون، وفي انواع بطاطس ما بتشربش اللون، فخلي بالك من الحكايه دي. حلها ايه؟ ان انت ما تحطيش الميه غير بعد ما تحطي البهارات يعني هتحطي شويه ميه صغيرين قوي، نص كوبايه، وبعدين تحطي فيهم البهارات والملح والخل، وبعدين تحطي عليهم البطاطس علشان تشوفي البطاطس نوعيتها ايه. طيب انا في نوعيه البطاطس دي انا عملتها في بطاطس قبل كده، كانت جميله ما شاء الله، اتشربت اللون بسرعه واتشربت كل البهارات دي بسرعه. دي ما اتشربتش، فانا بعد ما صفيتها رجعت حطيت ليها تاني بهارات تاني. يعني انا سبتها حوالي ساعه في المنقوع الميه اللي احنا عملناه ده، الملح والخل سيبيها من نص ساعه لساعه. تمام. بعد كده لما صفيتها لقيتها برضو ما اخدتش اللون اللي انا عايزاه، فاضفت بهارات تاني، زي ما شفتي كده كركم وبابريكا. بعد كده بعد ما اضفت الكركم والبابريكا، حطيت بقى معلقه كبيره من النشا على مراحل، يعني ترشيها كده وتقلبي وترشيها وتقلبي. معلقه النشا دي بتخلي البطاطس تبقى مقرمشه وجميله جدا جدا معاكي، وهتشوفي النتيجه بنفسك دلوقتي. هسيبها بقى كده شويه 10 دقايق على بال ما الزيت يسخن. الزيت اهم حاجة يكون سخن جدا. درجة الحرارة في الاول او النار الاول تكون عالية، بعد كده بهديها، وبعد كده برجع عليها تاني لما اجي اطلع البطاطس. لازم برضو ما نحطش كمية كبيرة، نحط كمية مظبوطة، ما يكونش البطاطس كتيرة. وهي شغالة كده هنعمل مع بعض صوص الجبنة. نحط معلقتين كبار من الزبدة البلدي. معلش الطاسه كانت سخنت قوي مني، فعشان كده ايه القشطه او اللي هو اللبن اللي في الزبده هو اللي انحرق مش الزبده. هحط معلقتين كمان يعني حطينا معلقتين كبار من الزبده عليهم معلقتين كبار من الدقيق، وهنقلبهم كده. الصوص ده مش هياخد معاكي اي وقت، يعني على بال ما تخلصي البطاطس تحمير هيكون الصوص اتعمل. ههدي النار بقى على الصوص بتاع الجبنة ده، وافضل اقلب في الزبدة مع الدقيق لحد لما تديني اشم ريحة الدقيق جميلة كده متحمصة. انزل عليها بقى بكوبايتين كبار من الحليب. الحليب ده كان في التلاجة عندي، وعلشان كده عامل وش، فانا
قلت مش هشيل الوش اللي عليه ده، القشطه بتاعته يعني، خليه عشان يبقى طعم الجبنه لذيذ وطعمها دسم. بعد كده بقى عندنا نص كوبايه من الجبن المبشوره، جبنه شيدر، جبنه رومي، كمان كان عندي شويه جبنه موتزاريلا بتدي برضو مطه كده ليها. فشويه يعني كوكتيل كده او ميكس كده من الجبن اللي عندك، وهتحطيها وتهدي النار خالص، وتفضلي تقلبي فيها كل شويه. هنا البطاطس بدأت تحمر اهي، ببدأ هنا اعلي النار، انا كنت مهديه النار، ابدأ اعلي النار واطلعها. شايفين ما شاء الله، والله نفسي اسمعك صوت القرمشه.